فيديو جديد مع مستر هشام. عنوان واحدة مودرن تكنولوجي. مودرن تكنولوجي التكنولوجيا الحديثة. طبعا تكنولوجيا حديثة يعني بنتكلم على ايفون، على الكمبيوتر، على الانترنت، على كل التكنولوجيا الجديدة. فالآن مع أهم الكلمات ثم القواعد. انشنت يعني قديم، ايميل يعني ايميل، فويس ميل طبعا البريد الصوتي، صاني مشمس، سربرايزد مندهش، باتري بطارية، لايت خفيف، كولر سكرين لون السكرين الشاشة، هيلثي صحي، وينتر شتاء، انفنشن يعني اختراع، ايرفونز سماعات الاذن، unlike غير محب، سيفز لصوص، كير حريص، تشيب رخيص، برنتر طابعة، مين اساسي، سيت مقعد، كيرلس مهمل، سكرين شاشة، سيف حريص. في الدرس ده هنتكلم على قواعد في غاية الأهمية. قاعدة وايل معناها بينما أو أثناء. مثال طبعا وايل لازم ناخد قاعدتها، بعدها ماضي مستمر، ماضي بسيط، جت في أول الجملة أو وسط الجملة يأتي بعدها ماضي مستمر. ماضي مستمر بيتكون من إيه؟ was were verb ing. طب الماضي البسيط معروف الفعل بينتهي بدي أو اي دي أو اي اي دي أو فعل شاذ. يبقى وايل بينما أو أثناء، باست كونتينوس، was أو were بلس فيرب بلس اي ان جي. بعد كده باست سيمبل الفعل بينتهي بدي أو اي دي أو اي اي دي. For example while I was studying، يبقى هنا جبنا بقى على مين؟ while بعدها was والفيرب زي الاي ان جي. while I was studying my friend called me، صاحبي قعد ينادي عليا. يبقى هنا تحولنا من ماضي مستمر لماضي بسيط. افرض العكس، يبقى ماضي مستمر جت في الوسط تاتي معاها الجمله دي، والعكس يبقى وايل ايا كان موقعها في اول الجمله او في وسط الجمله ياتي بعدها ماضي مستمر. واذا لم ياتي فاعل ياتي فيرب زائد اي ان جي. نيجي بعد كده الفرق بين الصفه اللي بتنتهي باي دي والصفه اللي بتنتهي باي ان جي. الصفه التي تنتهي باي دي تعود على انسان عاقل، طب اي ان جي تعود على غير عاقل. مثال I was surprised، انا اندهشت، when I saw the new car، لما شفت عربيه جديده جميله كده. مين اللي اندهش؟ انا. يبقى surprised عايده عليا انا. يبقى الصفه المنتهيه باي دي تعود على العاقل. يبقى I was surprised when I saw the new car. Dad's sudden arrival was surprising for us. يبقى surprising دهشه، طبعا الدهشه غير ايه؟ عاقل. يبقى اي دي تعود على العاقل، اي ان جي غير عاقل. بعد كده يا جماعه نتكلم على الصفات. الصفه يعني ايه؟ طول طويل، شورت قصير، فاست سريع، دي بنسميها شورت ادجكتيف صفه قصيره. لكن في لونج ادجكتيف صفه طويله. صفه طويله زي ايه؟ اكسبنسيف غالي، امبورتنت هام. يبقى الصفه القصيره مقطع واحد، لكن الصفه الطويله اكتر من مقطعين زي اكسبنسيف، دانجروس، امبورتنت. لكن قصيره شورت، فاست. طيب عاوز اقارن بين الاثنين في صفه قصيره. عندك يبقى هنا عاوز اقارن بين الاثنين في صفه قصيره، بجيب ادجكتيف اي ار ذان. يعني نقول سهى از شورتر ذان منال. سهى اقصر من منال. جبنا مين؟ سهى. ومين؟ منال. قلنا شورتر ذان اقصر من، يبقى اي ار ذان. يبقى عند المقارنه بين اثنين في صفه قصيره اي ار ذان، شورتر ذان، فاستر ذان، تولر ذان، لونجر ذان. صفه ايه؟ قصيره. عاوز اخليها بقى صفه طويله. صفه ايه؟ طويله. مور يعني اكثر، ليس اقل،
صفة طويلة than. لما أقول lion الأسد is more dangerous than cat. يبقى حطيت هنا more وهنا than وفي وسطهم صفة طويلة. يبقى more less صفة طويلة long adjective than. طيب عاوز أقارن بين واحد ومجموعة لكن صفة قصيرة. أقول the tallest، the longest، the fastest. مثال the صفة قصيرة اس تيجي. اما اقول the phone التليفون is the lightest اس تي اهو in the shop. ده اخف تليفون في المحل. يبقى قارنت تليفون واحد بمجموعة تليفونات. يبقى عند المقارنة واحد ومجموعة في صفة قصيرة is the صفة اس تي. طب عاوز اقارن واحد ومجموعة بقى في صفة طويلة. صفة طويلة يبقى the most، the most الأكثر، أو the least the most الأكثر، the least الأقل. وبجيب الصفة. لما أقول iPhone، iPhone is the most expensive mobile. الايفون من أغلى الموبايلات. يبقى جبت كلمة the most، the most واكسبنسيف صفة طويلة وقارنت الايفون بكل الموبايلات. يبقى عند مقارنة واحد ومجموعة في صفة طويلة ذا موست أو ذا ليست ثم الصفة الطويلة. طب عاوز أجيب الاثنين مع بعض متساويين. as صفة as سواء طويلة أو قصيرة. يعني as long as fast as. طبعا صفة طويلة as expensive than as important as. بعد ما انتهينا من أهم الكلمات والقواعد نأتي على نص الاستماع. نص الاستماع اللي موجود في الكتاب هنا بيتكلم على حاجة مهمة جدا. بيتكلم على الكاميرا، الإيميل، تكست مسج، الفويس ميل، الإنترنت. طبعا دي من كلهم مودرن تكنولوجي. مودرن تكنولوجي. نيجي بعد كده بيتكلم على الموبايل فون. الموبايل. In April 1923 a man called Martin Cooper. مارتن كوبر ده أول واحد يستخدم موبايل في العالم في أمريكا. made the first call on a mobile phone in New York. أول واحد عمل اتصال. طبعا نيويورك USA. people were surprised. الناس اندهشت. لو لاحظتوا الإي دي تعود على البيبل يبقى عاقل. to see a man talking on the phone while he was walking in the street. جبنا while وبعدها was أو were والفيرب زائد ing. بعد كده بيتكلم بقى على الموبايلات والموبايلات أخف من بعضها والموبايل كان الأول بيوزن كيلو دلوقتي قل 100 جرام والأنواع المختلفة من الموبايلات. بعد كده جبنا سربرايزد وسربرايزنج العاقل والغير عاقل. بعد كده اتكلمنا على قاعدة وايل. قاعدة وايل بيأتي بعدها ماضي مستمر ماضي بسيط. بعد كده اتكلمنا قلنا على الميل والايميل والفويس ميل والليتر والمسج. بعد كده الصفات. بعد ما اتكلمنا على الصفات نيجي قلنا حته ما قلناهاش في صفات شاذه زي جود. الصفات بتاعتها مين؟ بيتر ذا بيست. صفات شاذه جود بيتر ذا بيست. باد وورس ذا وورست. ميني مور ذا موست. much more the most. little less the least. far farther the farthest. طبعا كايرو has the most population in Egypt. بعد ما اتكلمنا على صفات المقارنة والحاجات دي كلها كده يبقى انتهينا من أهم الأشياء في الوحدة. أهم الأشياء في الوحدة من كلمات، من قواعد اللي قاعدة وايل. عرفنا ازاي نقارن بين اثنين، واحد مجموعة سواء صفة طويلة أو صفة قصيرة. بعد كده خدنا التساوي. إن شاء الله تكون الوحدة عجبتكم وبإذن الله يتم المشاركة عليها. See you soon with Mr. Hisham. Goodbye.